مرحبا أعزائي المسلمين، نتمنى أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. كل سنة وأنتم طيبون. نتمنى لكم عيدا سعيدا بإذن الله، ونتمنى لكم أيضا أن يكون كل شيء بخير وصحة وسلامة. نتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا بإذن الله، وهذا ما أردنا أن نقوله. ونتمنى أيضا السلامة للوطن وللمواطنين اليمنيين. نتمنى لكم قضاء وقتا سعيدا بإذن الله مع عوائلكم، ونتمنى أيضا لكل المغتربين الذين لا يستطيعون العودة إلى أرض الوطن نظرا للظروف الحاصلة حاليا، نتمنى لهم أن يعودوا إلى وطنهم وأن يعيشوا بسلام وحب. أين تواجدك أخي الآن؟ أنا في النمسا يا عزيزي، حاليا في مدينة فيينا. طبعا نتمنى منكم أيضا أن تتضامنوا مع إخوانكم اليهود الذين لم يحصلوا حتى الآن على الجنسية اليمنية تحت مسمى أنهم قد ولدوا في إسرائيل، أو أن آبائهم أو أجدادهم قد هاجروا إلى إسرائيل. نحن أمام كارثة حقيقية أن يحرم أكثر من 150 ألف يهودي من الجنسية اليمنية، لأن حسب القول لوزارة الخارجية أنهم قد أعلنوا العداء لليمن لأنهم قد استوطنوا في أرض فلسطين، ولكن لا أعد هذه الجريمة يحرم منها المرء من جوازه أو من جنسيته. طبعا هم لديهم جنسيات أمريكية أو إسرائيلية وغيرها، ولكن هذا لا يعد كونه ألا يفتخر بيمنيته، لأنهم لم يتخلوا عن عاداتهم وتقاليدهم، لم يتخلوا يوما أيضا عن وطنهم والتضامن معه. هناك الكثير من الأشخاص الذين دائما يفخرون بيمنيتهم رغم أنهم لا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة. هذا فقط. أيضا هناك من المسلمين أو من بعض المسلمين الذين يكرهون اليمن ويتمنون لها الهلاك، وأيضا هناك من يهين العلم اليمني، وهناك أيضا من يقوم بإحراق الجواز اليمني، لأنه يعد الجواز اليمني هو مجرد وسيلة للتنقل لا أكثر ولا أقل. طبعا اليهود، نحن نعلم جميعا أن اليهود لم يقوموا يوما بحمل سلاح ضد الدولة، ولم يقوموا أيضا بحمل سلاح ضد المواطن اليمني تحت أي مسمى، لكن للأسف يكرم الخائن وأيضا يعطى له المجال في الحكم. ولكن كان اليهود أيضا يعانوا في اليمن من مشكلة عدم تدريسهم مادة التوراة وغيرها، أو مثلكم مادة التربية اليهودية والتربية الإسلامية عندكم. حقيقة نشتي نجي إسرائيل كيف الطريقة. طبعا نحن نعلم أن لا وجود لليمن وإسرائيل، أو لا وجود لعلاقة بين اليمن وإسرائيل. موسى بن تعز، تسلم يا عزيزي، تسلم يا صديقي. طبعا هناك إبراهيم المخلافي يقول اللعنة عليك يا يهودي واللعنة على صاحب الصفحة اللي خلاك تسوي بث. طبعا يقول رسولكم الكريم يا إبراهيم الخلاقي: ليس المؤمن بالطعانة ولا اللعانة ولا الفاحش البذيء. إذن عندما تأتي وتحدثني عن دينك وغيرها من الأشياء هذا شيء خاطئ. هناك أشياء كثيرة لا يمكن للمرء أن يفعلها تحت مسمى الإخلاق والإنسانية. أيضا أنا يمني مثلي مثلك، لي حق في الأرض ولي حق في المواطنة، ليس لمجرد أنني أختلف معك بالدين أو بالأفكار فأنت تلعني وتشتمني، لأنني لن أرد عليك، لأن بكل صراحة أخلاقنا وتربيتنا المنزلية لا تسمح لنا بأن نرد على من يسيء لنا. هذا أيضا لا أكترث. كل عام وأنت بخير، وكل إنسان محب للسلام. كل عام وأنتم بخير أعزائي الكرام. أين تواجدك؟ أنا في النمسا يا عزيزي. عيب اللعن. عزيزي نبيل، أنا لي حق في التصرف بهذه الصفحة، لهذا سأقوم بحظرك لا أكثر ولا أقل. نتمنى أن لا تعود مرة أخرى. لكم دينكم ولي دين. طبعا يا عزيزي
أنا لا أتشرف بك، أنت يمني بايع أصلك وعرضك حقير طبعا يا إبراهيم الخلاقي. أنا يمني غصبا عن الجميع طبعا. لدي الجنسية اليمنية وأذهب وأسافر أينما أريد، ليس له حق. أيضا يمكنكم أن تعودوا لليمن أيضا، نحن نرحب بكم جميعا. نعم فيكم جميعا، أنتم طيبون. تسلم يا عزيزي، لا تعول على هذه الأشخاص يا عزيزي، دعهم يقولون ما يشاءون. كل سنة وأنت طيب. شكرا يا أخي، تسلم يا عزيزي. طبعا أعزائي، من سيشتم سأقوم بحظره من هذه الصفحة، لا يعود بعدها أبدا. إبراهيم الخلاقي، باي باي، إلى اللقاء. شباب، متى العيد؟ الحد من الاثنين، طبعا يقال يوم الأحد حسب القول. كل واحد يحترم نفسه، والعنصرية خلوها على جنب. نتمنى يا أعزائي يا أخواتي، عيب عليكم، احترموا نفسكم. وين الأخلاق؟ وين الدين؟ طبعا هم لا يلتزمون بالمعايير الإسلامية. طبعا نحن نجد أن هناك آيات كريمة تحث على عدم اللعنة وعلى عدم التفوه بالكلمات البذيئة. هناك أيضا أحاديث، ولكن هؤلاء الأشخاص يظنون بأنهم هم الطبقة العليا. لا نلوم الحوثي إن عاملكم بمثل العنصرية التي تعاملون البشر بمثلها. كل عام وأنت طيب، وأنت طيب يا عزيزي. السناي، طيب ليش ما تسلم يا عزيزي؟ كما يقول القرآن: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. انتهى الموضوع، لكم دينكم ولي دين. لا نريد أن يكون هناك حساسية تحت المسمى الديني. يجب علينا أن نعيش تحت ظل الوطن وتحت ظل المساواة، لا أكثر ولا أقل. أنت حاليا فين يا عزيزي؟ أنا في النمسا أعزائي الكرام. اليمن بلاد التعايش والترحيب بالجميع. نعم أتفق يا ياسر الليث. تسلم يا مالك وهيب، يمني وراسك فوق، ما عليك من العقول المريضة. شكرا عزيزي، تمنياتي لك أيضا. نعم أنت يمني ونفتخر بك، ولكن عندنا أسئلة واستفسارات عن اليهود اليمنيين في فلسطين المحتلة. نريد معرفة توجهاتك نحو اليمن وشعبه. يا عزيزي، أنا ليس لي دخل في السياسة. أنا مواطن يمني لجميع الحقوق وعلي جميع الواجبات تجاه وطني. أنا أعيش في أوروبا حاليا. أيضا كما قلنا، ليس له ذنب من يولد في إسرائيل أو من هاجر في إسرائيل. الذنب على الحكومة اليمنية التي لم تقم بتوفير الحماية لهم في أرضهم اليمن. أيضا لم تقم بإعطائهم جميع حقوقهم. لقد عوملوا اليهود باضطهاد. كانوا يدفعون الجزية للحكومة اليمنية بشكل رمزي. أيضا كان هناك بعض المضايقات من قبل المواطنين اليمنيين لهم، كانوا يعاملوا من الدرجة الأخيرة. أيضا ماذا سأقولها عن الحكومة اليمنية التي لم توفر لهم يوما المدارس لكي يدرسوا أولادهم بها، ولم توفر لهم بناء المعابد. هذه مشكلة، كارثة. طبعا أنت لك دينك وغيره له دينه. الناس إخوة في الإنسانية بغض النظر عن صحيح يا عزيزي محمد الزريقي. تسلم يا منير فاضل، وأنت طيب وصحة وسلامة. أشكرك يا عزيزي، حياكم الله جميعا أعزائي. كل عام وأنت بألف خير. تعال اليمن منتظرك أخي. تسلم يا إبراهيم سعيد الشهاب على راسي. كل سنة وأنتم طيبون. طبعا شكرا لكم أعزائي، أشكر الجميع على كلامهم الجميل. لا إكراه في الدين، والنبي كان ويهودي. تسلم يا أكرم الصعيدي. نتمنى من الجميع أن يسير على هذا النهج، أن يكون هناك تسامح، أن يكون هناك سلامة بين الجميع. نتمنى من الجميع أن يتقبل أخوه، سواء كان يهوديا، كان مسيحيا، كان بهائيا، كان ملحدا، كان لا دينيا، أجنوستيا إلى غيره، لأن الجميع حسابهم على الله. الله لا حسب القرآن يقول: فمن كفر ثم آمن ثم كفر ثم آمن فازداد كفرا. طبعا لم يقل اقتلوهم، هنا
وضع لك المجال أن تكفر أو هناك بعض الأحاديث المغلوطة التي تدعو دائما لقتل المرتد وقتل من يكون قد ترك الإسلام وولى. هذا ليس شأنك يا عزيزي. لماذا تنصب نفسك أن تكون أنت الحاكم هنا هذه نستطيع أن نقول هذا المكان هو لله عز وجل، هو من يحكم، هو من يحاسب. أنت لن تنزل معه في القبر، لا أكثر ولا أقل. كل عام وأنت بخير وأنتم بخير يا أعزائي. العيد في جنوب اليمن الأحد وشمال اليمن الاثنين. كيف هذا الكلام يا عزيزي؟ أنا ما ليش دخل في السياسة. طبعا الجنوبيين فعلا كانوا مظلومين سابقا، لهم قضية، نتمنى إنصافهم بكل حق. سام قائد الويسة، حياك يا عزيزي. تسلم يا أنور البروي، كلام سليم على رأس يا عزيزي. كل عام وأنت بخير. تسلم عزيزي، شكرا، دانكشون. معروف العمري، حياك، لروحك السلام يا عزيزي. يور نيم، أنا اسمي عازم أعزائي. هل أنت تؤيد الحوثي؟ لا عزيزي، أنا لا أؤيد الحوثي ولا أؤيد أيضا اليمني يقتل يمني. كلنا إخوة ولا فرق بيننا ونحن أخوة كيمنيين. تسلموا أعزائي. إحنا اليهود فضلنا الله على العالمين. من قال ذلك هناك كذبة طبعا، أن يقول الجميع ويتداولوا هذه الكلمة عن اليهود، أن اليهود قد يرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار وغيره. هذه كذبة يا أعزائي، لأن اليهود أيضا يؤمنون بالتسامح، يؤمنون بأن يعيشوا بسلام، يمنع أن يقتل المرأة بمجرد رأيه أو غيره. كان عندي إحساس أن الصفحة تبع اليهود. طبعا الصفحة هي تبع شخص وتبع جميع اليمنيين. كلام جميل، تسلم يا صدام على راسي. حياك يا شادي. ايش الحل في اليمن يا رب فرجها؟ الحل أن يتعلم المرأة كيف يحب من يختلف معه. نحن في مجتمعنا العربي بشكل عام يدرس المرء الكراهية والحقد على من يختلف عنه، لأنه كان هذا شيعي ناصبي رافضيا حسب قولكم، ولكن هذا لا يعد أن يؤدلج المجتمع بهذه الأدلوجية الفكرية الخاطئة. ينشأ المرء على الكراهية والحقد وإقصاء الآخر تحت مسمى أن دينه وأن عقيدته هي السلام والمحبة، والآخر هو خاطئ، سواء كان هذا الشخص شيعيا إلى آخره. أما أنا لا أعرف حقيقة لماذا هذا كله. عموما تشرفت بكم جميعا أعزائي، ونتمنى لكم كما قلنا سابقا عيد سعيد. أسأل الله أن يغفر لكم جميعا وأن يهديكم طرق السبيل والصلاح، وأن يزرع في قلوبكم المحبة والسلام للجميع. نتمنى منكم أن تعيشوا وتعودوا أنفسكم على التعايش السلمي مع الجميع، أن لا تدعي الأحقية وغيرك هو على الباطل، لأن بالأول والآخر المحاسب هو الله، يعني شديد العقاب هو الله ولست أنت، ولا يمكنك أن تحكم على الآخر. أنت ستذهب إلى النار وهذا سيذهب إلى الجنة، قد يكون هذا أفضل منك عند رب العالمين. عموما ليلة سعيدة معكم وإلى اللقاء.